تخيل شخص كل مرة تحكي له عن مشكلتك يحول الكلام لنفسه، كل مرة تقول له أنا يرد عليك يقول لك أنا أكثر منك، كل مرة تنجح يقلل من نجاحك. هذا مو بس غرور، هذا اسمه النرجسية. النرجسي مو بشخص يحب نفسه، النرجسي شخص يحتاج أنه يكون الأفضل، الأذكى، الأهم في كل غرفة يدخلها. مو لأنه فقط أنه واثق من نفسه، بالعكس تماما، لأنه في الداخل خايف أنه يكون ولا شيء. فعلم النفس يقول أن النرجسي بنى صورة مثالية عن نفسه من صغره كدفاع ضد إحساس عميق بالنقص أو الرفض، فصار يحتاج موافقة الناس وإعجابهم مثل ما نحتاج الهواء. لما تمدحه يطير، لما تنتقده ينهار أو يهاجم، يدخل غرفة ويحس أنه الكل لازم ينتبه له، يتكلم ولا يسمع، لأن كلام غيره مو مستواه، يقاطعك بدون ما يحس أنه سوى أي شيء خطأ. ينجح أحد قريب منه يحس بتهديد مو بفرح، يحتاج دائما أنه يكون فوق. الشخص اللي واثق فعلا من نفسه ما يحتاج يثبت أنه أفضل منك، ما يحتاج يطفي نجمتك عشان نجمته تضوي، ما يحتاج إعجابك عشان يحس بقيمته. النرجسي يعيش فوق الكل لكنه يعيش وحيد، لأن الناس تبتعد بصمت من الشخص اللي ما يشوف فيهم إلا مرآة لنفسه. إذا عرفت شخص نرجسي في حياتك اعرف أنك مو المشكلة، وإذا شفت في نفسك شيء مما قلته الوعي هو أهم خطوة، لأن أصعب شيء مو أنك تكون الأفضل، أصعب شيء أنك تكون حقيقي.